كشفت سعودي 24 في لقاء خاص أجرته مع الحاج السوداني محمد أبو أحمد كشاهد عيان عن العديد من التساؤلات حول حادثة تدافع ميناء. فالحاج السوداني أبو ياسر تحدث لنا وبكل شفافية بما حدث له وما شاهده في ميناء من تفاصيل تكشف للمشاهد حقيقة هذه الحادثة ومن يقف خلفها. وواصل الحاج محمد حديثه بكشف العرض الذي قدم له من قبل اثنين من الأشخاص أحدهم إيراني الجنسية وأسباب تعرضه لحادثة الطعن من قبل الإيرانيين. بدأنا لقاءنا معه بسؤالنا الأول عن طبيعة التنقل داخل المشاعر منذ بداية ذلك اليوم حتى وقوع الحادثة. يعني أنا شهدت يعني أولا يعني المناسك كانت في سلاسة والتنظيم كان جميل والله. في مجموعة كده معينة تتكون ما بين 300 إلى 365 معاهم 3 مرشدين ماسكين. شفت دي اللي هي المكبرات الصوت أيوة. والمايكات. أيوة. ذكرت أن هؤلاء ال3 الأشخاص كانوا مع الحجاج يرشدون الحجاج. أيوة. يعني حجاج معهم أم أنهم كانوا على الأطراف مع المنظمين؟ لا الناس دي ظهروا شنو فجأة كده يعني ما كانوا مع الحجاج، يعني كانوا أيوة. موجودين واقفين ويرشدوا أيوة. الناس للاتجاه. أيوة. فحصلت شفت الربكة كده وحصل يعني فحصل توقف. يعني توقف الحجاج ما يعرفون يروح. أيوة. جاء الفوج يعني الفوج في الخلفي فجاء مندفع طبعا. شنو اسمه شنو يعني يا اخو حصلت يعني فحصلت زي العمليه شنو شفت التراكميه كده يعني. ممتاز. أي. كان في تكدس الحجاج في أيوة. منطقة معينة. ذكرت أنه الحادثة اللي كانت في منى كانت مخططة وكان هناك تنظيم لها من قبل أن تقع مثل ما ذكرت، أو أنها ممكن أن تكون خطأ عادي. اللي حصل ده يعني شيء ما طبيعي، يعني الأفواج كانت منسابة والتنظيم كان جميل جدا جدا. فجأة فظهرت مجموعة معينة يعني فأشارت إلى الحجاج يعني بتغيير المسار. ذكرت أبو ياسر أن مواصفات الناس اللي كانوا يحاولوا تغيير مسار الحجاج كانت ملامحهم مختلفة. النزل مفتحين ياخذوا لابسين إحرام ومعاهم 3 ديل يعني فماسكين يعني فكمرشدين كده. طبعا أنت مثل ما وصلنا أبو ياسر أنه تعرضت لإصابة في منى. نعم. بعد ما تعرضت للإصابة نقلت إلى المستشفى. أنا تعرضت في الإصابة في قدمي، تمت العناية بي وبكل المصابين. بعد ما تعرضت أبو ياسر لحادثة منى ومثل ما ذكرت أنه كان في تدافع الحجاج وكان السبب مثل ما ذكرت أنه قد يكون مخطط له من قبل الحج. أيوة فعملت ربكة يعني. وكان هدف هذه المجموعة من المرشدين محاولة إرباك الحج. وده اللي حصل بالضبط كده. أيوة. ممتاز. نعم. هل كانوا يرتدون بطائق تبين هوياتهم تبين أسمائهم؟ يعني النازل لابسين ديباجات. أنا الشيء اللي بذكره يعني الشريط بتاع الديباجة بيجي ياخذ في نصه في شريط شنو أحمر. تحركت إلى الوضعيات لتجديد الوضوء وانا نازل على الحمامات فسامع يا سوداني. وقفت جوني 2 واحد طويل كده الدقن بتاعته يعني مقفوله كده ملتحي. ولابس قميص بيجي وبنطلون رمادي فاتح وشاكي وشايل له الشنطه هاند باج يعني في ظهره. يا اخو يعني الثاني ده فكان يتحدث يعني بيتكلم اللغه يعني العربيه كويس، والثاني ده ما كان بيتكلم. قال لي يا اخي الزول ده فرجل خير. قال لي الزول ده فرجل خير ايماني يعني فاعل خير. نعم فاعل خير ايراني. ممتاز. انت ذكرت مثل ما ذكرت ابو ياسر انه جاء وقال لك انه هذا فاعل خير ايراني اللي هو الابيض الملتحي. نعم. قال لي يا زول يا اخي بس احنا دايرينك بس تصور لنا مقطع فيديو يعني في 3 شنو هو 4 بس يعني تقول انا سوداني يا اخو مصاب يا اخو ما اعتنوا بي يا اخو ظلموني. قام شنو اشار اللي شفت بتاع ده اللبس بتاع ده اللي هو الايراني. طلع شنطه شفت في ظهره دي وراني شنو قروش كده الفلوس الدراهم اللي فيها. قلت له يا زول انت زول مجنون في عقلك يا اخي انا ما محتاج. بعدين يا اخي فلو محتاج يعني انا ما ممكن يا اخي يعني انا ابيع ديني يا اخي عزتي. قال لي يا زول اقول لك شيء ما تستعجل. كتب لي رقمين، رقم عالمي شنو
يا اخو رقم محلي. قلت له يا زول اسي انا مستعجل عايز اتوضا يا اخو دار عمر، لكن ان شاء الله تسوي العمره. هاي شفت التليفونات دي انا نحوديها شنو الشرطه. كيف قال لي توديها الشرطه؟ قلت له والله وديها. اثناء ما بيتناقش انا شنو نازل شنو فقام سحبني. شفت من شفت شنو من الاحرام هنا، فقمت تدفرته، فانا شفت رفضته وقومت يعني طلع من الشنطه ماده حاده. هاي انا حاجه زي المقبض كده، اداني بيها طعنتين. ممكن المخرج يدخل عليها زوم ونشوفها سوا. مسك راسي شنو اضرب بالحيطه. اي فغبت انا شنو عن يا ابو ياسر، بما انه انت تعرضت لهذا الركل ولهذا الضرب وتعرضت لطعن بالسكين وكانت حياتك على محك الخطر، ليه ما اعطيت الرقم زي ما يقولوا ترتاح؟ انا زول جاني يا اخ فدار يعني اقول لك كلام، عايزني ابيع ديني كيف اديه لزول؟ وهؤلاء يعني يا اخ فهم معروفين خارجون عن المله، خوارج يعني يا اخ فخرجوا عن الدين الاسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.